السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم قناة انتصار عرف الاقتصاد المنزلي. هنعمل أجمل دونس مع بعض، حلوية من حلويات رمضان برضو. النهاردة تاني يوم بمشيئة الله، فبحب أعمل لكم حلويات. أنت هتقولي لي ما عملتش لحد دلوقتي أي أكل قبل انتصار؟ معلش، ما عندي أطفال، بنتي، فبحب أعمل لهم حلويات لأن يموتوا في الحلويات هم، فبراضيهم وسكتهم. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، عسل زي شايفين الدونس جميل ازاي. في اللي بيعملوا بسكر، في اللي بيعملوا بشوكولاته، في اللي بيعملوا سبسكرايب شربات. ورجاء اللي داخل على القناة جديد أول مرة يا ريت يدوس على زرار الجرس ويعمل كلمة الكل عشان يوصل له كل فيديوهاتي. ورجاء لايك حلو كده علشان وتنسوا يا جماعة لايك أهم حاجة. أنا بلاحظ في ناس بتشوف كتير مشاهدات لكن في نفس الوقت ما بلاقيش لايكات، فرجاء اللايك. يلا كده نشوف ايه المكونات معانا مع بعض. ايه؟ فانيليا، معانا سمن، معانا شوية خل علشان محسن طبيعي، شوية زيت، هنقول مع بعض نص كوباية سكر، هنقول مع بعض ايه تاني، هنقول مع بعض لبن برضو من كوباية او كوباية ونص او كوباية لبن وكوباية مية وكوباية ايه مية. ومعانا برضو خميرة بيرة، ومعانا ايه خميرة بيرة مخمرة. هو دي السمنة اللي بقولك عليها، وادي الخميرة البيرة اللي انا خمرتها. وبستحسن ان هي تكون خميرة عجين اللي هي بتاعت المخابز، بتاعت ايه المخابز. انا خمرتها حبة سكر ومية دافية وسبتها، وحبيت اوريك الخميرة العجين دي وبتغطيها لغاية ما عجن. هبقى احط الخميرة. ده معانا حمزة ومعانا ملوكة ومعانا عبد الرحمن. هنحط اللبن على ايه في العجان. لو ما عندكش عجان تبقى على يدك، فهسيبكم مع عيال بنتي. ماشي، هحط 4 معالق زيت. 1 2 3 4 زيت. ايه باينين احنا؟ ونحط معلقة ونص سمنة اهي سمنة كده. ماشي، وهنحط فانيليا. هنحط ايه فانيليا. ايه في حاجة؟ أصور كده؟ لا، ما هي شغالة. ماشي، وهحط السكر عشان اقلبه. ماشي، نحط البيض كله على بعض. ماشي، هات المعلقة يلا. هقلبهم كلهم، هقلبهم. معانا هنا 4 كوبايات دقيق. طبعا الخميرة لسه بتخمر. قلب خالص، قلب خالص. هلا ازيك؟ كنت فين؟ ها؟ شفتكش النهارده، كنت بوزع الساعة. ها؟ هنحط الخميرة البيرة. نحط الخميرة البيرة. اعمل لك دونس؟ ها؟ هنحط الدقيق. بس يا سيدي،
انا رجعت لكم تاني بصوتي، بس احنا طبعا بنعجن دلوقتي بالعجان. علشان ايه؟ زي ما تقولوا انتوا عارفين يدي وجعاني، فبستسهل العجان. بس اللي ما عندوش عجان ممكن يعمله بيده، بس لازم يعجنه من 7 دقايق ل8 دقايق، اكتر من كده شوية. فطبعا معانا ياسين قاعد الباشا بيتفرج على العجين او العجان وهو بيعجن. فلسه كمان هتشوفوا الأولاد وهم بيقولوا لكم حطوا لايك حطوا شير يعني. فهبقى معاكم. أنا رحت أجيب الدقيق من الدولاب اللي أنا حطاه فيه. اشتريت لهم دقيق فينو علشان أعمل لأحفادي. لأن هم ما بيبطلوش حلويات يعني. عيال بنتي طبعا لازم نكرموهم عشان جايين من السعودية. وفي اللي بيحب الشعرية وبيحب السكسوكي وبيحب الزلابية. فكل شوية نعمل لهم حلويات. وأحاول إن شاء الله في رمضان برضو لو عملت يعني مش لو عملت يعني بعمل أحاول أن أصور. بس تلاقي التصوير مع زحمة الأطفال بتتعبني أوي والله يا بنات. فادعوا لي ربنا يقدرني على ال3 والاتنين التانيين ال5. غير على فكرة سيف الصغنن برضو لما مامته بتعمل حاجة بضطر أشيله. يا ربنا يبارك لنا فيهم إن شاء الله. هم متعبين شوية لكن يا رب ما يحرمكم من الأولاد. فطبعا احنا كل ما يحتاج دقيق هنحط. لأن طبعا الدقيق بنقوله حسب نوع الدقيق. بحط السوائل كلها الأول وبعد كده بنحط ايه الدقيق شوية شوية. ايه رأيكم بالجمال ده؟ اهي هات وشك كده ودي وشك كده. حطوا لايك. هات وشك. حطوا لايك. حطوا اشتراك ومسوا على الراس في كل مكان. واعملوا كيكة واعملوا دونت زينا. كلموا يلا. ازاي تعمل اشتراك؟ ايوه اشتراك. ياسين قول لهم اعمل لايك. بعد عشان حطوا لايك اشتراك واسمع الموقف في كل مكان. سلام. حلوة خالص عجينتها حلوة خالص. ادينا عجينة واحدة. لا احنا هنعملوها بقى نعملها واسع المطبخ في كل مكان. سلام. كويس. ياسون العسول. ياسون بص وراك نملة. نملة هنا الحلفية صح؟ شايف ايش هذا السوية؟ تخمر نغطيها عشان تخمر. ماشي. عشان ندي لحد دونت ناكل احنا لوحدينا عشان ندي لحد. صح يا ستو؟ كده عجلنا احنا ايه الدونس. فمعانا ضيوفنا الكرام. اهي هنسيبوها ايه شويه تخمر عشان هنعمل لمالك وهنعمل لحمزه وعبد الرحمن وياسين ونور. معانا ضيوف اليومين دول جايين من ايه من السعوديه. نعملهم حاجه حلوه ولا لا؟ لمين؟ لحبايبنا بتوع السعوديه. ايوه ماشي. ايوه هنسيبها تخمر وترتاح. عشان تخمر ترتاح وبعد كده نرجع له. عشان شكلنا نبيعوها. عشان شكلنا نبيعوها. ادينا رجعت لكم تاني والدونس خمر. طبعا ما خدش وقت الحمد لله اكتر من نص ساعة لان كانت الخميرة فعالة وجميلة جدا وصالحة للعمل. فهنحطها دلوقتي على دي زي ايه بفرد عليها فطير بفرد عليها الدونس بفرد عليها البيتزا. دي مريحاني جدا. انا عاملاها من بره اللي هي الخشبيه دي. عملتها مع الترابيزه ويمكن بالتاكيد شفتوا الفيديو بتاع الترابيزه والمكتب. هي كبيره بس بصراحه بتريحني افرد عليها الفطير واي حاجه. جميله جدا جدا. وان شاء الله اليوم التاني برضو هعمل لكم فطير ناكلوه في السحور. ممكن ناكلوه بجبنه ناكلوه بعسل بس ايه يمش بطماطم ان شاء الله.
انتظروا الفيديو اللي وراه ده ان شاء الله. برضو هنعمل شوية فطير يستاهلوا بكم. هبدأ امسك العجينة وهقطعها قطع صغيرة واقسمها. خلينا مع بعض كده ونقسم. بس قبل ما نعمل اي حاجة، يا ريت كده اللي داخل اول مرة يشوف الفيديو واول مرة يشوف القناة، ويا ريت كده يبص على الفيديو كله ويعمل له جولة من جوه ويشوف ايه الفيديوهات وايه اللي تعجبه، ويقول لي ايه رأيه في القناة. لو في حاجة عايزها انا تحت امره يقول لي. ويا ريت اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من فين، من أي دولة، هل من داخل مصر ولا من خارج مصر، هل من حبايبنا السعوديين ولا الإمارات ولا الأردن، يعني الدول العربية الشقيقة كلها على عيني وراسي، وكلكم على عيني وراسي. طبعا الواحدة من دي هقطعها يمكن تخش في 4 5 قطع تاني، علشان الدونس بتبقى دايرة صغننة. فأنا بس قطعتهم كده عشان إيه ابقى سهل عليا وانا وشغاله. وهدهن يدي بالسمنه كده اهو، واروح فردها دوائر مستطيله اللي هي زي اسطوانه، واقطع الاسطوانه دي من 7 ل8 وحدات. وهنشوفه هنعمل ايه. ما تجريش الفيديو وشوفيه كله واحده واحده مع بعض. هما العيال فوق معايا وفرحانين، فانا حبيت اسمعكم صوتهم بس. ادي ده حمزه ونور طبعا. وشفت عبد الرحمن كان لابس الترنج الكموني برضو، الله يبارك لي ويبارك لهم ويخليهم لي وبنتي. بصراحة منورين علي البيت، هي متعبين شوية لكن معلش. نسيت الأطفال يا بنات والله. شيماء تقولي وسعي بالك وسعي بالك، لأن من كام سنة وأنا عيالي كبروا، ودول طبعا منوريني كده 21 يوم لغاية مامتهم ما تيجي من السعودية، لان لسه ان شاء الله برضو هاخدهم وديهم القاهرة. ولو قدرت اصور وانا مسافرة في القطر ونحكي مع الاطفال، او عملنا بث مباشر، فايه هنشوف يا بث مباشر يا تسجيل اللي نشوفوه. ويمكن يكون بث مباشر ان شاء الله. اننا مع بعض اهو واحدة واحدة مع بعضينا. شايفين ادينا بنفرد وبنقطع بقمع اللي هي الناهية بتاعة القمع. ليه؟ علشان تبقى الدايرة متساوية. والدوائر الصغننة اللي طلعتها من القمع دي انا مش هرميها يا بنات، لا، او هلمها على بعض. انت ممكن تحطيهم جنب بعض كده وتلزقيهم زي الوردة وتحمريها حتة واحدة، يا تحمريها واحدة واحدة. انا بصراحة حمرتها واحدة واحدة والاولاد كلوها وعجبتهم زي الزلابية. هي العجينة دي ايه، فيها شبه بس تخينة شوية، يعني فيها شبه من الزلابية بس تخينة شوية. هي الزلابية بنحط لها نشا، دي ما حطيتلهاش نشا انا. وممكن دي حطيت لها لبن، التانية ما حطيت لهاش لبن. بس شايفين انا ايه سرعت الفيديو عشان ما اطولش عليكم عشان ما تتضايقوش. وايه وادينا قطعتهم كلهم ودول الدوائر. يلا بينا نحمرهم على النار، يلا بينا. بس ده كله بعد ما عملنا الغدا يا بنات. لو شفتوا بوتاجاز متسخ شوية لان كان بعد عميل الغدا الفطار المغرب يعني. لاني انا ايه يعني لو خلصت الاكل بدري هغسل بوتاجاز، خلصتوش بدري هغسله بعد المغرب. بس انا الحمد لله كان خلصت الحلويات والاكل وغسلتنا البوتاجاز ونظفناه وخليناه زي الفل. شايفين معلش انا مش متعودة على كده. بس طبعا زحمة الاطفال اللي عندي، بدل ما كان عندك طفلين بقى عندك 5. انا مش متضايقة، بس انا ربنا يخليهم له ويبارك لي فيهم. بس الواحد ما كانش متعود على الزحمة دي، لان كانت بتبقى مامتهم معاهم، لاني منعاهم ان هم ينزلوا بره او ينزلوا للشارع او اي حاجة، لان هي خايفة ايه عليهم طبعا. ودول امانة، والامانة لازم ايه نحميها احنا ويكونوا عند حسن ظن الامانة. ما نسيبهاش ان ايه والعيل تجرى له حاجة. يعني العيل الضيف اللي عندك فطبعا بتخافي عليه اكتر من ابنك. شايفين الجمال بتاع التحمير يا بنات؟ طلعوا روعة 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 والله. العيال ما خلوهم كبار وصغيرين، حتى الناس الكبيرة كان ابني أو الحاج أو مراتي ما خلوش. أنا نفسي يعني أنا نفسي
في منتهى الروعة وجميلة. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شوف الكمية اللي طلعت قد ايه، كمية حلوة. مرات ابني كانت عايزة منه بشربات، قلت لها المرة الجاية ان شاء الله نبقى نحط لك شربات لي. شايفين اهو اهو. طبعا دول ايه بحطهم كان بعد المغرب. انا حبيت ايه اوريلكم دي اللقطة دي بعد المغرب علشان ندوق، علشان العيال ايه، في اللي كان صايم وفي اللي يعني ملوكة كانش صايم، وحموزة صام يوم بس لسه مش عارفة الباقي. يعني لا فطر أقصد يوم، معرفش بقية الأيام هيصوموا ولا لا. في رأيكم؟ يلا قولوا لي رأيكم، واستودعتكم عند الله لا يضيع الودائع. كل سنة وانتم طيبين.